اخوتي العزاز، هادشي راه بزاف. ليلى عبد اللطيف كتقول كلام صادم على المنتخب الجزائري ومنتخب العراق، كتقول بانهم هاد المنتخبات الجوج غادي يخرجوا بكري، غادي يخرجوا مبكرا من البطوله. قالت لك بسبب كاين المنتخبات قويه على هذا المنتخب الجزائري والمنتخب العراقي. كتقول هذا الكلام هذا اللي كصدم به بزاف ديال المشجعين ديال الجزائر ديال العراق، وحتى حنايا بروسنا حنا كمغاربه ما نبغيوش المنتخب الجزائري او المنتخب العراق يطيح من البطوله. حيت علاش؟ حيت كعرب كنبغيو ننافسوا، كنبغيو ننافسوا اوروبا، كنبغيو ننافسوا امريكا على البطوله ديال كاس العالم، وكنبغيو دائما حنا العرب نكونوا اقوياء، وحتى حنايا نديو كاس العالم، علاش لا؟ وهذا الكلام هذا اعطيوني الراي ديالكم. واش كلام ديال ليلى عبد اللطيف واش في الصميم كتقول بان المنتخب الجزائر ومنتخب العراق غادي يخرجوا مبكرا بسبب المنتخبات القويه اللي موجوده في البطوله؟ واش كلام غير كتخربق؟ واش الكلام عندها غير صحيح؟ خليوا الراي ديالكم في الكومنتير، وكنتمناو حظ سعيد، حظ سعيد المنتخبات ديالنا والمنتخب المغربي والمنتخبات العربيه ان شاء الله، ويجيبوا الكاس ان شاء الله، ويدوزوا النصف ان شاء الله. الدعوات معهم، ربي يسهل عليهم ان شاء الله. وهذه راه بطوله كنتمناو اي منتخب عربي يفرح العرب.